السلام عليكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي وأوكلاند سيتي واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-0. سجل الهدف حسين الشحات بعد هدف كأس العالم المعتاد من حسين الشحات. إن هو يحضر ويعزم ويشوط. والجون التاني واللي سجله محمد شريف، والجون التالت واللي سجله بيرسي تاو أو بيبسي تاو. وفي الآخر النادي الأهلي يتأهل ليواجه نادي سياتل الأمريكي. فخلينا نشوف الاهلي هيوصلنا لفين في كاس العالم للانديه. بس قبل ما اتكلم بقى كلام عقلاني وندخل في اجواء المباراه او في تحليل المباراه، يا جماعه احنا بنهزر؟ هل فعلا احنا بنهزر؟ يعني هل انتوا جايبين لمارسيل كولر مدرب بعد ما مارسيل كولر كان سبب في اقاله فيريرا، وكان سبب في اقاله تاكيس جونياس مدرب نادي بيراميدز ومدرب نادي الزمالك؟ فيريرا جايبين له مدرب عنده 39 سنة يا دوبك لسه بادئ مسيرته التدريبية علشان هو اللي يطلع الثعلب السويسري. فالحقيقة يعني انا مش فاهمها ديت ازاي. والحقيقة برضو علشان ما ندخلش في جانب تاني، الماتش دوت مش هو دوت الماتش اللي انت تقيم فيه مستوى اداء لعيبة النادي الاهلي، لان الماتش كان ماتش سهل اوي بالنسبة للعيبة النادي الاهلي. والماتش دوت مش هو الماتش اللي انت تقيم فيه اداء لعيبه النادي الاهلي. فنادي اوكلاند سيتي فريق دفاعي، واحنا كلنا كنا عارفين ده كده كله، وهو كان ماتش سهل على النادي الاهلي. وان انت كان بايدك ان انت كنت ممكن تصعب الماتش دوت لو انت ما كنتش سجلت الهدف اللي انت سجلته دوت في الشوط الاول. كنت هتصعب المباراه على نفسك والمباراه هتقلب معاك زي ما انت ما بتلعب طارق العشري هنا في الدوري المصري، او بتلعب البنك الاهلي ولا طلائع الجيش ويركنوا لك الاتوبيس وبقى قابلني بقى لو عرفت تجيب جون. فنادي اوكلاند سيتي بيعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة، فهو بيعتمد في الدفاع على طريقة اللعب 3-4-3. ان هو بيخلي الأجنحة في بناء الهجمة بقى بالنسبة له، بيخلي الأجنحة الأظهرة بتاعته فاتحة الملعب. وبيخلي الاتنين لعيبة اللي في خط الوسط اللي هما الاتنين التمانيات هما اللي ينزلوا، هما اللي يبقوا مسؤولين عن ايه، عن بناء الهجمة. وبالذات ان هما عندهم راس حربة زي مروان محسن كده عندنا، راس الحربة المحطة، بس دوت بقى محطة نظيف شوية يعني. فهو كان اوكلاند سيتي بيعتمد على الثلاثة المدافعين اللي معاه ان هم يباصوا كرة للاعب رقم 8، اللاعب رقم 8 اللي ينقل الكرة على طول للظهير او الجناح، واللي هم بدورهم ان هم ياخدوا الكرة يعطلوا اللعب اكتر او ياخدوا وقتهم في الهجمة اكتر وقت ممكن يقدروا ياخدوه في الهجمة. ويستنوا المهاجم المحطة ينزل لهم ويبنوا الهجمة بقى ويتكمل ويسجلوا هدف ويناموا عليه بقية المباراة، يا اما ما يسجلوش الهدف والمباراة تكمل زي ما انت ما عايز. فخليني اقول لك بعض نقاط الضعف او هما نقطتين ضعف عند لعيبة نادي اوكلاند سيتي. النقطة الأولى هي المبارزات الأرضية. إن لعيبة أوكلاند سيتي لو أنت جبت الواحد قلت له مرة واحد راح كده أنت خدته ورمشي وجريت كده، هيروح معاك كده وهيسافر أصلا، يعني مش هيروح كده وخلاص، لا هيروح وهيسافر. والنقطة التانية هي نقطة حارس المرمى المتواضع جدا 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 جدا. فالحقيقة نادي اوكلاند سيتي فريق ما عندوش فنيات خالص. يعني انت لو جبت فريق اوكلاند سيتي دوت خليته يلعب في دوري الدرجة الرابعة عندنا هنا في الدوري المصري مع نادي المطرية، نادي المطرية هيحط عليه بكل سهولة يعني. ونروح بقى لتعامل مارسيل كولر مع طريقة اللعب ديت، واللي هو قال لعيبته ان انتوا تسددوا من اول فرصه تجيلكوا، او ما يا دوبك الزاويه تتفتح او اتيحت ليك فرصه التسديد تشوط على طول علشان حارس المرمى الضعيف. وانا بالنسبه لي ان تسديدات النادي الاهلي او الشوطات اللي لعيبه النادي الاهلي شاطتها لو كانت على المرمى بس كانت هتمثل خطوره كبيره قوي للنادي الاهلي، والمباراه دي كانت ممكن تخلص 6 اهداف للنادي الاهلي بكل سهوله كمان. يعني بدل الثلاثه اللي انت جبتهم دول كنت ممكن تسجل 6 كمان. ونقطه تانية ان انت تستغل المهاره اللي عند احمد عبد القادر وعلي معلول وحسين الشحات، اللي هي المهاره بقى المبارزات الارضيه اللي هو واحد على واحد تعدي ديت. واللي هي يعني لك ان تتخيل ان محمد هاني عمل مهاره وكان بيعدي منهم. ومحمد هاني طبعا عنده مهاره بس مش زي احمد عبد القادر او حسين الشحات. فلك ان تتخيل ان هما الاثنين محمد هاني عمل مهاره عليهم وكان بيعدي. وحاجة تانية، الضغط العالي اللي مارسيل كولر كان بيلعب بيه في اول ربع ساعة. فالضغط العالي دوت مارسيل كولر كان نازل في بداية كل مباراة زي ما احنا ما قلنا، هو الطبيعي اصلا بتاع مارسيل كولر ان هو بينزل اي مباراة عايز يسجل هدف في بداية المباراة علشان يريح لعيبته بعد كده، والخصم ما يبقاش قافل القفلة الرخمة اللي هو بيبقى قافلها بقى وموقف ال 11 لعيب تحت الكورة بقى والكلام ده. فبعد كده مارسيل كولر النهارده لعب باول ربع ساعه ضغط عالي جدا جدا، يعني ضغط عالي قوي، يعني ضغط عالي قوي اللي هو حرفيا كده.
لحد لما جت في الدقيقه 15 يعني الدقيقه 16 كده، كرة طلعت تماس من ناحية محمد هاني، قام جاي عامل كده، واللي هو خلاص بقى الربع ساعة اللي احنا لعبناها في الأول خلصت. واللي هو كانت الربع ساعة ديت كمان كان غرضها ان انت حتى لو انت ما قدرتش تسجل هدف، ان انت تخوف لعيبة اوكلاند سيتي، واللي هم لعيبة بان قوي ان هم ايه، طول بعرض على الفاضي. فبعد كده بقى منظومة الضغط النادي الاهلي كان ضغط عالي برضو، بس ما كانش ضغط عالي بشراسة زي اول ربع ساعة. فاحنا شفنا مارسيل كولر بقى كان بيتعامل ازاي مع انتشار لعيبه اوكلاند سيتي اللي انا قلت لك عليها، اللي هم 3-4-3. كان بيعتمد على ان الاجنحه بتاعه النادي الاهلي اللي هم احمد عبد القادر وحسين الشحات ان هم يفتحوا الخط ويبقوا مع الاظهره، اللي هو الظهير اليمين والشمال فريق نادي اوكلاند سيتي، وان عمرو السولية وحمدي فتحي هما الاثنين اللي يبقوا ماسكين لعيبه الوسط بتوع نادي اوكلاند سيتي، بحيث ان المدافع اول ما يباصي الكوره للاعب رقم 8 يلاقي عمرو السولية او حمدي فتحي في ظهره، يجي يباصيها للاعب اللي على الجناح او الظهير بتاعه، يلاقي حسين الشحات مثلا ومحمد هاني هما الاثنين قافلين. فبحيث كده، وان انت برضو كان مارسيل كولر كان مدي تعليمات لمحمود متولي بالذات ان هو يراقب اللاعب رقم 20 اللي هو راس الحربة بتاع نادي اوكلاند سيتي، واللي هو كان لاعب مهاجم خطير جدا جدا. بس احمد محمود متولي قدر ان هو يحد من خطورته، وعمل مباراة ممتازة جدا جدا جدا. فالحمد لله الهدف جه وانت قدرت تخلص المباراة من الشوط الاول. يعتبر من اول لما الهدف ده جه انا قلت خلاص المباراة خلصت، والمباراة بقت اللعيبة واخداها على ان هي مباراة ودية شوية يعني لك ان تتخيل ان فريقنا بيروح كاس العالم للاندية المباراة بتتقلب منه مباريات ودية، سواء ماتش الهلال بتاع السنة اللي فاتت او الماتش بتاع النهاردة دوت. فانت فريق النادي الاهلي، لعيبة النادي الاهلي بقى عندها شخصية اللعب في كاس العالم للاندية. واللي انا منتظره الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي مش هو طبعا قبل البطوله كان الهدف من النادي الاهلي ان هو يوصل للمباراه النهائيه ويحقق ميداليه ذهبيه او المركز الثاني الفضيه. بس الحقيقه يعني اللي نكون واقعيين على راي فيفا اللي احنا بنلعب بيها ديت، انت لو وصلت المباراه الاولى عديتها الحمد لله، والمباراه الثانيه اللي هي قدام سيتال بقى والمغص بقى والصداع بقى والناس ديت، لو انت عديت المباراة ديت ان شاء الله هتلاعب ريال مدريد. ريال مدريد انت المباراة ديت بقى عشان يعني ما انت مش رايح كبطل افريقيا، انت رايح كوصيف افريقيا. فمش عايزين نحط بقى طموحات عالية بقى وان احنا نعدي ريال مدريد، ان شاء الله يا رب نعديه يعني. بس خلاص بقى لو انت توصل ريال مدريد حتى لو انت حققت المركز الرابع عادي، فاللعيبة عملت اللي عليها، ومارسيل كولر بيبني لما هو قادم يعني. فخلينا بقى بما ان احنا جبنا مارسيل كولر، احنا كنا بنقول في الماتشات اللي فاتت ان مارسيل كولر بيعتمد على 3 لعيبة في كل جبهة. فزي ما احنا ما قلنا الثلاث لعيبه دول بيبقى هو لاعب الوسط والجناح والظهير، على حسب بقى مره يخلي اللاعب الوسط هو اللي يبقى في منطقه الهاف سبيس، مره الجناح هو اللي ماسك الخط، الظهير كده يعني بينوع. فالنهارده كان بيعتمد على ان الاجنحه هم اللي كانوا بيضموا في منطقه الهاف سبيس، والاظهره بتاعتك اللي هم الباكات هم اللي كانوا فاتحين ماسكين الخط وفاتحين الملعب، ولاعيبه الوسط هم اللي كانوا مسؤولين عن بناء الهجمه والتغطيه ورا اللعيبه ديت. بس هنا انا بكلمك في حالة امتلاكك انت للكورة، لان في حالة الضغط كان بتتحول طبعا زي ما احنا ما قلنا. فعلى سبيل المثال مثلا انت ما شفتش حمدي فتحي او عمرو السولية النهارده كمهاجم تاني جوه ال 18، ولكن انت شفت حسين الشحات واحمد عبد القادر بيدخلوا جوه ال 18 كتير، سواء علي معلول اللي كان بيتقدم من ناحيه الشمال اللي كان ماسك الخط، او محمد هاني اللي كان بيتقدم من ناحيه اليمين واللي كان ماسك الخط. بينما عمرو السولية وحمدي فتحي كانوا بيبقوا اكتر في وسط الملعب لبناء الهجمة. وبس كده، هو الفيديو كده قصير شوية حبتين. هو دوت كان كل اللي عندي عن مباراة الاهلي واوكلاند سيتي، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق كاس العالم للاندية. يعني انا شايفها مش بعيدة، وان شاء الله فريق يكون نهائي عربي خالص. ليه لا، لما الاهلي يفوز على ريال مدريد، وان شاء الله الناحية التانية الهلال او الوداد حد فيهم يفوز طبعا، لان ديت بقى حاجة ملهاش مش بيدنا يعني. بعدها يلاعب فلامينجو ويكسب ان شاء الله، ويبقى نهائي عربي ما بين الاهلي والهلال او الوداد. وان شاء الله يعني تكون بقى البطولة نكشر عن انيابنا احنا كعرب. بس كده ختاما، كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش ان انت تشترك في القناة لو مش مشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وما تنساش تنزل تحط اللايك
وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. بس كده، سلام.